واحدة من أجمل وأهم لغات البرمجة اللي اتعملت. سواء كنت مهتم بيها دلوقتي ولا لأ، حاول توفر ولو ساعة بس في اليوم اتعلم فيها البايثون، هتفيدك جدا في مستقبلك، وهي لغة سهلة جدا تقدر تتعلمها بسرعة، ما فيهاش تعقيد زي لغات تانية. وما تفتكرش عشان بقولك إنها سهلة وبسيطة إنها لغة ضعيفة، لا أبدا، من أقوى لغات البرمجة الموجودة حاليا، وتقدر تعمل بيها تقريبا كل حاجة. تقدر تشتغل بيها في مجال الويب ديفلوبمنت، سواء هتبني بيها باك اند ابلكيشنز، هتبني اي بي ايز، او هتبني بيها فول ستاك ويب ابلكيشن، هتلاقي فريم وركس قويه جدا هتساعدك تبني كل ده بسهوله. في مجال الاوتوميشن ممكن تعمل بيها برامج وادوات تنفذ لك المهام المقرره بصوره تلقائيه، مثلا تعمل برنامج يبعت ويرد على الايميلات تلقائيا. لو جزء من شغلك مثلا ان انت بتطلع ريبورتات او تقارير يوميه، فتقدر تعمل بيها برامج جميله جدا تطلع لك كل التقارير اللي انت عايزها بسهوله جدا. تقدر كمان تستعملها في مجال الداتا ساينس والماشين ليرنينج، الذكاء الاصطناعي. يكفي ان اقول لك ان تشات جي بي تي مبني بالبايثون، ومعظم ادوات الذكاء الاصطناعي مبنيه بالبايثون. تقدر كمان تستعمل البايثون في مجال السايبر سيكيورتي والهاكينج، قويه جدا جدا برضو في المجال ده. تقدر كمان تبني بيها العاب. يعني الخلاصه، انت عندك لغه برمجه سهل تتعلمها وهتفتح لك مجالات كتيره جدا تقدر تشتغل فيها. عايز اقول لك كمان ان شركات ضخمه جدا زي الفيسبوك، انستجرام، جوجل، نتفليكس، امازون، يوتيوب، كلهم بيعتمدوا على البايثون في كتير جدا من التطبيقات اللي بيعملوها، فصدقني هي لغه تستاهل جدا ان انت توفر لها وقت وتتعلمها. طيب انا عايز اتعلم بايثون، ايه افضل طريقه اتعلم بيها؟ عشان تتعلم اي لغه برمجه بطريقه صحيحه لازم تمشي بالترتيب ده. رقم واحد، لازم تعرف الاول اللغه بتشتغل ازاي. مش كل لغات البرمجه بتشتغل بنفس الطريقه، فمهم تعرف ازاي اللغه بتشتغل، وده لنفسك اولا عشان تبقى فاهم كويس، وكمان عشان لو رحت انترفيو ممكن جدا تتسال ازاي مثلا البايثون بتشتغل. رقم اتنين، ايه الديفلوبمنت سيت اب اللي انا محتاج اعمله على جهاز الكمبيوتر بتاعي علشان ابدا اتعلم اللغه. برضه مش كل لغات البرمجه بتحتاج نفس السيت اب، فمهم جدا تبقى عارف انت محتاج ايه بالظبط علشان تقدر تتعلم اللغه على جهازك. رقم ثلاثة، تبدا بقى تتعلم اساسيات اللغه وتطبق عليها كويس جدا، بعدها تدخل في الحاجات الادفانسد عشان تحترف اللغه تماما وتبقى جاهز تشتغل بيها، وهو ده اللي هنعمله مع بعض في السلسله دي. فيلا بينا نبدا على طول في الخطوه الاولى، عايزين نعرف البايثون بتشتغل ازاي. مبدئيا احنا بنتعلم لغات البرمجه علشان نقدر من خلالها نتواصل مع جهاز الكمبيوتر ونطلب منه ينفذ لنا اوامر معينه، فمهم تبقى عارف ان جهاز الكمبيوتر مش بيفهم الا لغه واحده بس اسمها الماشين كود، فلو عايز اطلب منه حاجه ينفذها لازم اتكلم معاه باللغه اللي بيفهمها. الموضوع عامل زي ما تسافر مثلا دوله زي اليابان، تقابل واحد ياباني مش بيفهم الا ياباني، فلو عايز تطلب منه حاجه هتبقى لازم تكون عارف ياباني علشان يفهمك. نفس الفكره وانت بتتكلم مع الكمبيوتر لازم تكون عارف الماشين كود علشان يفهمك. بس المشكله هنا ان الماشين كود دي لغه صعبه جدا جدا ومعقده، انت تتعلم ياباني اسهل كتير منها. طب نعمل ايه؟ عملنا لغات برمجه تكون سهله علينا نكتبها ونقراها زي البايثون، نقدر نتعلمها بسهوله ونكتبها كاننا بنكتب انجليزي، ولكن المشكله هتبقى عند الكمبيوتر، مش هيفهم البايثون. فنعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ هو نفس الحل اللي ممكن تلجأ ليه وانت في اليابان بتحاول تتكلم مع ياباني، فبتجيب مترجم يترجم اللغه بتاعتك للياباني. انت تتكلم باللغه بتاعتك اللي انت بتعرفها، والمترجم هياخد منك الكلام يترجمه للغه اللي بيفهمها الياباني. نفس الحل هنعمله علشان الكمبيوتر يفهم البايثون، محتاجين مترجم يترجم البايثون للماشين كود. ركز بقى معايا في اللي جاي. المترجم ده بقى في منه انواع، في نوع اسمه كومبايلر ونوع تاني اسمه انتربريتر. في لغات برمجه بتستعمل الكومبايلر ولغات تانية بتستعمل الانتربريتر. احنا مش عايزين ندخل في تفاصيل قوي عن الفرق ما بينهم، ولكن سريعا جدا تعال ناخد فكره عنهم. لغه زي السي بلس بلس بتستعمل الكومبايلر في عمليه الترجمه، اللي بيعمله انه بياخد منك السورس كود، ده الكود اللي انت كتبته بالسي بلس بلس، يتاكد ان ما فيهوش اي اخطاء ويترجمه مباشره للماشين كود، فتلاقيه يطلع لك فايل جديد عباره عن ماشين كود. تقدر تشغل بقى الفايل ده زي ما انت عايز في اي وقت، مش هتحتاج تترجم تاني الا لو غيرت في السورس كود، لكن غير كده انت معاك فايل مترجم جاهز يشتغل في اي وقت. عندنا هنا مشكله بسيطه، الماشين كود اللي بيطلعه لك الكومبايلر بيكون بلاتفورم ديبندنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السورس كود اللي انت عملت له كومبايل، يعني ترجمته مثلا على ويندوز، مش هيشتغل الا على ويندوز بس. يعني لو عملت برنامج بلغه زي سي بلس بلس على ويندوز، لو اخدته على جهاز ماك او لينكس مش هيشتغل، هيبقى لازم تاخد السورس كود تعمل له كومبايل على ماك علشان يشتغل على ماك، وتعمل له كومبايل على لينكس علشان يشتغل على لينكس. ده الموضوع باختصار. يعني لو عايز تفاصيل اكتر من كده ممكن تكتب لي في الكومنتس. اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نعرف ان الكومبايلر بيترجم السورس كود مره واحده بس. نروح للنوع التاني وهو الانتربريتر.
المترجم ده بيقول لك انا مش هترجم السورس كود كله مره واحده، يعني مش لازم نستنى لما نكمبايل السورس كود كله واي تعديل ولو بسيط في الكود بتروح تكمبايل كود تاني عشان اشغل البرنامج. لا، احنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين حاجه سريعه وترجمه تكون فوريه اثناء التشغيل. فانت شغل البرنامج على طول وانا هبقى موجود اول لما البرنامج بيشتغل، يعني اثناء الران تايم هبدا اترجم السورس كود بتاعك سطر سطر واشغله. يعني كل مره هتشغل البرنامج بتاعك هترجم الفايل، وده طبعا ممكن يتسبب في بطء شويه مقارنه بالكمبايلر، لان الكمبايلر بيترجم مره واحده وخلاص، ولكن الانتربريتر كل مره هتشغل البرنامج بيحصل ترجمه، سواء بقى كانت سطر سطر او بلوك بلوك، المهم الترجمه بتحصل كل مره بتشغل فيها البرنامج. وده طبعا معناه ان لو في مشكله في سطر معين، اول لما الانتربريتر يوصل للسطر اللي فيه مشكله هتلاقي فيه على طول ران تايم ايرور بيطلع لك، على عكس الكومبايلر اللي بيكتشف الايرور قبل ما يطلع الماشين كود، يعني قبل ما الكود بيشتغل. النوع ده بتستخدمه لغه زي الجافا سكريبت. بالنسبة بقى للبايثون، هل بتستعمل الانتربريتر ولا الكومبايلر؟ الحقيقة البايثون بتستعمل الاثنين، الكومبايلر والانتربريتر، علشان كده في بعض المراجع بتقول عليها انها لغة هايبريد. خلونا نوضح النقطة دي، احنا عايزين نترجم البايثون والكود اللي يطلع يشتغل على كل البلاتفورمز، ويندوز، ماك، لينكس، وفي نفس الوقت عايزين عملية الترجمة تبقى سريعة شوية. طيب نعمل ايه؟ قال لك بما ان الماشين كود مش بيشتغل على كل البلاتفورمز، فاحنا هنجيب كومبايلر ياخد منك السورس كود اللي كتبته بالبايثون ويعمل حاجتين، الحاجه الاولى انه يتاكد ان الكود بتاعك سليم ما فيهوش اخطاء، الحاجه الثانيه انه هيترجم السورس كود للغه وسيطه ما بين السورس كود والماشين كود اسمها البايت كود. البايت كود دي بلاتفورم اندبندنت، يعني اي بلاتفورم هيقدر يقراها عادي، يعني البايت كود دي هتشتغل على ويندوز، على ماك، على لينكس، اي مكان. كل اللي انت هتبقى محتاج تعمله ان انت تعمل في ام او فيرتشوال ماشين على الجهاز اللي هيشغل البايثون. الفي ام دي هتقدر تشغل البايت كود، وجوه الفيرتشوال ماشين هيبقى موجود انتربريتر يحول بقى البايت كود للماشين كود مع نفسه. وما تنساش ان البايت كود اللي داخل الانتربريتر هيبقى ايرور فري كود، ما فيهوش اخطاء، لان الكومبايلر اوريدي اتاكد ان ما فيش اي اخطاء في الخطوه اللي قبل كده، فالانتربريتر مش هيعمل تشيك على الاخطاء اللي ممكن تبقى موجوده، هو خلاص متاكد ان داخل له ايرور فري كود، فاللي هيبقى فاضل له هو الترجمه على طول، فهيوفر شويه وقت. هنشوف طبعا مع بعض ازاي الفي ام دي بتتعمل، ولكن خلينا نلخص الكلام لغايه دلوقتي. هتعمل برنامج بالبايثون، فالسورس كود بتاعك بيدخل على كومبايلر بيتاكد ان ما فيش فيه اي اخطاء ويطلع لك ملف جديد مكتوب بالبايت كود. والله بقى البرنامج ده هيشتغل على ماك، ففي فيرتشوال ماشين موجوده على ماك فيها الانتربريتر اللي هيقدر يترجم البايت كود ويشغل البرنامج. لو كان البرنامج هيشتغل على ويندوز، برضه نفس البايت كود هيشتغل جوه الفي ام الموجود على ويندوز، والانتربريتر يترجم ويشغل الكود. نفس الفكره برضه هتبقى موجوده على لينكس. لذلك بيقولوا على البايثون write once run everywhere، اكتب الكود بتاعك مره واحده وشغله في اي مكان. يا رب الفكره تبقى واضحه، ولو في اي حاجه مش واضحه في اللي بقوله يا ريت تكتب لي في الكومنتس. وبكده عرفنا النقطة الأولى وهي إزاي البايثون بتشتغل. فاضل لنا نعرف الديفلوبمنت سيت اب محتاجين إيه بالظبط على الكمبيوتر بتاعنا علشان نبدأ نتعلم البايثون. هندخل على الويب سايت الرسمي بتاع بايثون python.org/downloads، هنلاقي عندنا هنا زرار داونلود بايثون 3، هنضغط عليه علشان ننزل البايثون. بعد ما عملنا داونلود هنعمل بقى انستول للبايثون على الجهاز بتاعنا. انا طبعا عندي هنا جهاز ماك فبعمل لها انستول على جهاز ماك، لكن طبعا انت لو ويندوز برضو عادي تقدر تعمل لها انستول من غير اي مشكله. كل بس اللي هتعمله وقتها ان انت ما تنساش ان انت تضيف البايثون للباس عندك زي ما انت شايف في الصوره كده. غير كده هو نفس السيت اب بالظبط، نفس الانستليشن، مفيش اي اختلاف. وبكده يبقى خلصنا الانستليشن بتاعه البايثون. هضغط هنا كده على كلوز، وممكن هنا نمسح بقى خلاص الانستولر ده انا مش محتاجه. كده يبقى انا نزلت عندي البايثون، ده معناه ان انا نزلت عندي الفيرتشوال ماشين بتاعه البايثون، وكمان نزلت الانتربريتر اللي هيبتدي يترجم الاكواد اللي انا هكتبها بالبايثون، وكمان بقى نزل معاها كل التولز اللي انا ممكن احتاجها اثناء ديفلوبمنت. فهي باكج كده فيها كل حاجه انت محتاجها علشان تبدا تتعلم وتكتب بايثون على الجهاز بتاعك. طيب انا دلوقتي عايز اتاكد ان البايثون نزلت على الجهاز بتاعي من غير اي مشكله. كل اللي هعمله ان انا هفتح التيرمينال او الكوماند لاين على الويندوز، وهاجي هنا كده واكتب بايثون 3 سبيس داش داش فيرجن. بعد كده هضغط على انتر. لو الفيرجن بتاعه البايثون ظهرت زي ما انت شايف كده، ده معناه ان البايثون اتعمل لها انستول بصوره سليمه من غير اي مشاكل. طيب كده فاضل لنا ايه عشان نبدا نتعلم البايثون؟
فاضل لنا الاي دي اي او الكود اديتور، المكان اللي هنكتب جواه الاكواد. عندنا اكتر من اوبشن، يعني يمكن اشهرهم هو الفي اس كود. لو انت من محبين الفي اس كود فتقدر طبعا تنزل الفي اس كود عندك وتشتغل بيه وتتعلم من خلاله البايثون. كل اللي هتعمله بس ان انت هتفتح الفي اس كود عندك، وطبعا لو ما كانش عندك هتدخل على الويب سايت الرسمي بتاع الفي اس كود وتعمل له داونلود عندك وانستول. بعد كده هتفتح الفي اس كود عندك، اتاكد بس ان انت تروح على الاكستنشنز وتبحث عن بايثون وتتاكد ان انت عندك الاكستنشن بتاع البايثون. هي دي الاكستنشن اللي احنا محتاجينها على البايثون، هتسهل عليك جدا التعامل او كتابه البايثون على الفي اس كود، فاتاكد ان انت عامل لها انستول عندك على الجهاز بتاعك. طب عايزين نتاكد ونعمل حاجه كده بسيطه نتاكد من خلالها ان البايثون شغال على الفي اس كود. انا عملت عندي هنا فولدر فاضي اسمه بايثون بلاي جراوند. ممكن نقفل بس الويلكم سكرين دي مش محتاجينها، ونيجي هنا كده جوه الفولدر الفاضي ده ممكن نعمل فايل جديد نسميه مثلا test.py. خد بالك الاكستنشن بتاع البايثون لازم يكون .py. هتضغط على انتر، ممكن نكتب هنا حاجه مثلا كده زي print hello python بالشكل ده. print دي واحده من البيلت ان فانكشنز اللي بتنزل مع البايثون. زي ما قلت لك من شويه، الباكج اللي احنا نزلناها وعملنا لها انستول على الجهاز بتاعنا بيكون فيها بيلت ان موديولز، بيلت ان فانكشنز، تولز، حاجات كتيره جدا هنستعملها اثناء الديفلوبمنت بتاعنا. البرنت واحده من البيلت ان فانكشنز الموجوده جوه البايثون، بتسمح لنا او بتخلينا نقدر نطبع حاجه جوه الكونسول. هي عباره عن فانكشن زي ما انت شايف كده اسمها برنت، وما بين الاقواس كده بنكتب اي حاجه احنا عايزين نطبعها جوه الكونسول. زي مثلا لو عايزين نطبع كلمه او حاجه فبنطبعها بالشكل ده ما بين الدبل كوتيشن او سنجل كوتيشن، هي مفيش مشكله، وانا بحب اكتبها كده ما بين الدبل كوتيشن. فبنيجي هنا كده ونعمل سيف. دلوقتي عايزين بقى نشغل الفايل ده. هتلاقي عندك هنا كده الزرار ده لو وقفت عليه هتلاقيه بيقول لك ران بايثون فايل. هنضغط عليه، هتلاقيه بالفعل شغل لك الفايل وكتب لك في الكونسول هلو بايثون. كده البايثون شغاله على الجهاز بتاعنا وجربناها على الفي اس كود وكل حاجه شغاله سليمه ما فيهاش مشكله. طيب نفترض ان انت مش عايز تستعمل الفي اس كود وعايز تستعمل اي دي اي تاني. عندنا اوبشن تاني قوي جدا اسمه الباي تشارم. هسيب لك اللينك بتاعه برده في الديسكربشن. هتدخل على اللينك ده وتروح كده هنا على الداونلود، تضغط عليه هيحولك على البيج بتاعه الداونلود. خد بالك بقى هتلاقي عندك هنا نسختين من الباي تشارم. اول نسخه هنا اليونيفايد برودكت، احنا مش محتاجين النسخه دي. لو نزلت تحت شويه هتلاقي عندك هنا الكوميونتي اديشن، هي دي النسخه اللي احنا محتاجينها، نسخه مجانيه تماما وفيها كل حاجه انت محتاجها علشان تكتب وتتعلم البايثون على الجهاز بتاعك. الباي تشارم واحد من اهم الاي دي ايز الموجوده للبايثون، فلو عايز تنزل الباي تشارم هتضغط على داونلود وتنزل الباي تشارم على الجهاز بتاعك وتعمل له برده انستول زيه زي اي برنامج عندك بتعمل له انستول، ما فيهوش مشكله. انا طبعا عندي الباي تشارم على الجهاز بتاعي، فلما تفتح الباي تشارم بعد ما تعمل له انستول المفروض تلاقي الويلكم سكرين حاجه شبه كده. فعايزين بقى نعمل برده مشروع كده سريع بالبايثون على الباي تشارم علشان برضو نتاكد ان الباي تشارم شغال. هتلاقي هنا كده زرار اسمه نيو بروجكت، هتضغط عليه هيفتح لك الصفحه دي. هتلاقي هنا كده بيسالك الاول على اللوكيشن بتاع البروجكت اللي انت عايز تعمله، فانا ممكن مثلا عادي هسميه بايثون بروجكت واحطه في الباس ده. بعد كده هتلاقي هنا التشيك ده لو انت عايز تعمل جيت ريبو ترفع عليه البروجكت بتاعنا، احنا مش عايزين نعمل جيت ريبو دلوقتي. وكمان في هنا تشيك كده بيقول لك لو عايز تعمل ويلكم سكريبت، احنا مش عايزين نعمل اي حاجه، احنا عايزين مشروع فاضي خالص فمش هنعمل تشيك على اي حاجه من دول. بعد كده هنا بيسالك على الانتربريتر تايب او نوع الانتربريتر اللي هتستعمله عشان يترجم الكود بتاعك، هنسيبه زي ما هو كده الديفولت فاليو بتاعته. بعد كده هنا بيسالك على البايثون فيرجن، الفيرجن بتاعه البايثون. المفروض انت لما تنزل البايثون عندك على الجهاز بتاعك هو هيديتكت او هيعرف تلقائيا الفيرجن او نوع البايثون اللي انت نزلته، فالمفروض تلاقي هنا الباس ده موجود بصوره تلقائيه. ولكن لو ما لقيتوش لاي سبب فهتلاقي هنا كده في زرار لو وقفت عليه هتلاقيه بيقول لك براوز، هتضغط عليه هتروح على المكان اللي انت نزلت جواه البايثون وتختاره، فهي كاتب هنا في الخانه دي. ولكن عاده انت المفروض هتلاقي الباس بتاع البايثون اللي انت نزلته على الجهاز بتاعك. هنضغط بعد كده على كرييت علشان يعمل لنا البروجكت بتاعنا. هتلاقيه بالفعل عمل لك بروجكت فاضي ما فيهوش اي حاجه، احنا ما يهمناش اي حاجه خالص من الفايلز دي. هنقف كده على البايثون بروجكت بتاعنا ونضغط على كليك يمين وتضغط على نيو، بعد كده تروح هنا تختار بايثون فايل. هتكتب هنا اسم الفايل بتاعك نسميه مثلا وليكن مين. هنا بقى مش محتاجين زي الفي اس كود نقول دوت بي واي، لان بالفعل احنا اوريدي مختارين من القائمه اللي ظهرت لنا بايثون فايل، فهو بصوره تلقائيه هيضيف الاكستنشن بتاع الدوت بي واي. فمجرد بس ان احنا نكتب هنا كده اسم الفايل اللي احنا عايزين نعمله ومختارين من هنا نوع الفايل ان هو بايثون فايل، فتضغط على انتر هتلاقيه بالفعل عمل لك المين وكتب لك دوت بي واي زي ما انت شايف كده. ممكن بقى نضغط هنا كده عشان نقفل القائمه اللي على الشمال دي مش محتاجينها، وخلينا برضو نكتب نفس الفانكشن بالظبط print، نقول مثلا hello python from pycharm مثلا يعني، ونضغط على save. عايزين نشغل الفايل بتاعنا هتلاقي هنا زرار كده لو وقفت عليه هتلاقيه بيقول لك run المين دوت بي واي، هنضغط عليه
هتلاقيه بالفعل شغل لك البايثون بتاعك وكتب لك هلو بايثون فروم بايشارم. وبكده يبقى اتاكدنا ان البايثون نزل واتعمل له انستول بصوره سليمه، وجربنا اكتر من اي دي اي زي الفي اس كود والبايشارم. هتقدر طبعا تختار الاي دي اي او الكود اديتور اللي انت بتحب تشتغل بيه. هنتكلم عن حاجه مهمه جدا في البرمجه اسمها الفاريبلز او المتغيرات. هنبدا شرح نظري سريع عن يعني ايه فاريبل، وده جزء مهم جدا لازم تفهمه كويس، وبعدين هنشرح عملي ازاي نعمل فاريبلز وكل المعلومات المهمه عنها. مبدئيا خلينا نتفق على حاجتين. الحاجه الاولى ان اي تطبيق او برنامج بنعمله بيبقى عباره عن حاجتين: الداتا والانستراكشنز او التعليمات اللي بنكتبها، اللي بتبقى عباره عن مجموعه من الاوامر او العمليات اللي عايز الكمبيوتر ينفذها على الداتا. على سبيل المثال برنامج الآلة الحاسبة عبارة عن ايه؟ عبارة عن داتا اللي هي مجموعة من الارقام، والانستراكشنز اللي هي مجموعة الاوامر او العمليات اللي انا عايز انفذها على الارقام، زي عمليات الجمع والطرح والقسم والضرب وكل العمليات الحسابية اللي عايزين ننفذها على الارقام دي. الحاجة التانية ان المسؤول عن قراءة الداتا وتنفيذ العمليات عليها هو السي بي يو او السنترال بروسيسنج يونت. ده عقل الكمبيوتر اللي بيقدر ينفذ كل الانستراكشنز اللي بنكتبها ويبروسس الداتا. ولكن علشان يقدر يعمل الكلام ده لازم الداتا والانستراكشنز يكونوا موجودين جوه الميموري. خلينا نركز مع الداتا. محتاجين نعرف ازاي بنخزن الداتا جوه الميموري. الميموري بتاعت الكمبيوتر عامله زي الدولاب الكبير، متقسمه لاضراب او خلايا سيلز صغيره، كل سيل منهم لها ادرس او عنوان معين جوه الميموري. فانا لو عايز اخزن داتا معينه بخزنها في سيل او مجموعه من السيلز على حسب يعني نوع الداتا، لان في داتا مثلا بتبقى عباره عن رقم، فممكن تحتاج مثلا سيل واحده او اتنين تخزن فيهم الرقم. في داتا تانية بتبقى عباره عن كلمه او نص في مجموعه من الارقام او مجموعه من النصوص، وغيره كتير جدا من الداتا تايبس اللي هنتعرف عليها طبعا في الفيديوهات الجايه. ولكن خلينا دلوقتي للسهوله نفترض اننا عايزين نخزن رقم 7. علشان نخزن رقم 7 احنا محتاجين نحدد سيل معينه نخزن فيها الرقم. هل هنخزنها هنا ولا هنا ولا هنا، فانهي ادرس بالظبط؟ ولكن للاسف تحديد المكان جوه الميموري دي بتبقى مسؤوليه الكمبيوتر، وبيعمل كده اثناء الران تايم والبرنامج شغال. اول لما البرنامج بيستقبل داتا معينه او بيتعامل مع داتا معينه بيتم تخزينها جوه الميموري في اماكن بيحددها الكمبيوتر تلقائيا. احنا ما نقدرش نعرف مسبقا عنوان معين جوه الميموري نخزن فيه الداتا بتاعتنا. طيب امال بنعمل ايه؟ بنعمل فاريبل او متغير عباره عن ريفرنس نيم او اسم معين للداتا اللي عايزين نخزنها، واول لما البرنامج بيشتغل الكمبيوتر بيخزن الريفرنس نيم ده جوه الميموري، وبيخزن معاه الادرس او عنوان الداتا اللي انت اديت لها الاسم ده. يعني بيعمل بوينتر من الاسم اللي انت اخترته يشاور على الادرس بتاع الداتا اللي عايز تخزنها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت عايز تخزن رقم 7، فاللي بتعمله ان انت بتعمل فاريبل بتحدد اسم معين او ريفرنس نيم للرقم 7، هنقول مثلا ماي نمبر، فبنكتب كده ماي نمبر ايكوال 7. كده اللي بيحصل ان الكمبيوتر بيحدد مكان تلقائي يخزن فيه رقم 7. هنفترض مثلا ان المكان ده هنا والادرس بتاعه مثلا 1001. الكمبيوتر هيخزن برضو الفاريبل نيم اللي انت اخترته او اللي انت حددته اللي هو ماي نمبر مثلا هنا، هيخزن معاه الادرس بتاع رقم 7 اللي هو 1001، وبكده يبقى عمل بوينتر من الاسم اللي انت حددته وعنوان الداتا جوه الميموري. كده في اي وقت هتطلب من الكمبيوتر يرجع لك ماي نمبر، على طول هيشوف ماي نمبر ده عنده بوينتر لفين، هيلاقيه مربوط برقم 7 فيرجع لك رقم 7. اذا الفاريبلز ما هي الا اسماء بنحددها للداتا بتبقى ريفرنس ليه، من خلالها بنقدر نتعامل مع الداتا جوه الميموري. طيب ممكن يجي في بالك سؤال، هو ليه اسمه فاريبل متغير؟ ليه مش بنقول عليه مثلا ريفرنس نيم او نيم؟ اشمعنى متغير يعني؟ هجاوبك على السؤال ده في اخر الفيديو، ولكن خلينا دلوقتي نشوف عملي مع بعض ازاي بنعمل الفاريبلز في البايثون. هنروح مع بعض على الباي شارم، او تقدر طبعا تروح على الفي اس كود زي ما تحب، مفيش مشكله. ده كان اخر حاجه كتبناها الفيديو اللي فات لما كنا بنجرب ان البايثون شغاله على الباي شارم، فممكن نمسح البرنت دي ونشوف بقى مع بعض دلوقتي ازاي بنعمل الفاريبل في البايثون. كل اللي بنعمله زي ما احنا قلنا ان احنا بنحدد اسم معين او ريفرنس نيم معين، وليكن مثلا بنقول ماي نمبر، بعد كده بقول ايكوال، بعد كده الفاليو او الداتا اللي انا عايز اخزنها. الفاليو دي قد تكون رقم، فوقتها بنقول ان التايب بتاعها او النوع بتاعها عباره عن انتجر، وقد يكون مثلا كلمه او نص معين، فوقتها بنقول ان الداتا تايب سترينج او مجموعه من الارقام او مجموعه من النصوص، زي ما هنشوف طبعا مع بعض كل الداتا تايبس في الفيديوهات الجايه. ولكن زي ما قلنا احنا للسهوله بنتعامل مع نوع واحد من الداتا تايب اسمه الانتجر، وعايزين نخزن رقم زي ما قلنا رقم 7، فبنكتب هنا الفاليو كده رقم 7 بالشكل ده. بنعمل سيف كده. اللي حصل ان ماي نمبر هيتخزن جوه الميموري، ورقم 7 برضو بيتخزن جوه الميموري في اماكن معينه بيختارها الكمبيوتر اثناء تشغيل البرنامج، وعلامه يساوي دي ده اللي بيعمل اللينك او اللي بيعمل البوينتر ما بين الريفرنس نيم اللي انت اخترته ورقم 7 اللي متخزن جوه الميموري. كده في اي وقت انا عايز اتعامل مع رقم 7 او اجيب رقم 7 من الميموري، فبجيبها عن طريق الريفرنس نيم او الفاريبل نيم اللي احنا حددناه اللي هو ماي نمبر. فاقدر هنا كده اقول print
زي ما قلت لك بقى طبعا البرنت هنا ما بين الاقواس، اي حاجه هتكتبها ما بين الاقواس هتطبع عندنا في الكونسول. فانا عايز اطبع مثلا القيمه بتاعه ماي نمبر في الكونسول، فهاخد ماي نمبر كده احطها هنا كده ما بين الاقواس. بعد كده هعمل سيف واروح برضو على الزرار ده run in main.py، هضغط عليه وبالفعل هتلاقي رقم 7 اتطبع عندي في الكونسول. وطبعا الميزه هنا بقى ان احنا نقدر نستعمل الماي نمبر ده في اي مكان في الكود بتاعنا زي ما احنا عايزين. يعني لو حبيت نطبع ماي نمبر ده اكتر من مره عادي ممكن نطبعه بالشكل ده مثلا كده ونعمل سيف ونشغل، هتلاقي بالفعل اتطبع لي اكتر من مره زي ما احنا حددنا. والميزه هنا بقى ان هو يعني انت لو حبيت تغير القيمه بتاعه ماي نمبر، كل اللي بتعمله ان انت هتغير الفاليو هنا بتاعه ماي نمبر دي من 7 مثلا نخليها 10، فهتلاقيها طبعا اتغيرت في كل الاماكن دي، لان كل الاماكن دي بتقرا القيمه اللي متخزنه او اللي بيشاور عليها ماي نمبر، فاحنا خليناها 10، فبالتالي قيمه 10 هتتغير في كل البرنتات اللي احنا عملناها دي. فهنعمل سيف كده ونيجي نشغل الفايل بتاعنا، هتلاقي بالفعل القيمه اتغيرت كلها ل 10 زي ما انت شايف. حاجه كمان محتاجين نعرفها ان عمليه تحديد الاسم بتاع الفاريبل دي بنسميها في البرمجه الديكلاريشن. فلما يقول لك declare variable يعني حدد اسم فاريبل معين زي ما احنا عملنا كده ماي نمبر، ولما نبدا نحط فاليو معينه للريفرنس نمبر ده او الفاريبل، وقتها بنقول على العمليه دي انها initialization. يعني نقدر نقول ان الفاريبل بيتعمل عن طريق عمليتين، عمليه الديكلاريشن ان انت بتحدد اسم الفاريبل، والانيشاليزيشن ان انت بتحدد قيمه او بتحط قيمه او بتخزن قيمه جوه الفاريبل ده. في البايثون ما تقدرش تعمل عمليه الديكلاريشن لوحدها، يعني ما اقدرش هنا مثلا احدد اسم فاريبل مثلا وليكن اقول ماي ايج واسكت كده انا عملت ديكلاريشن بس ان انا حددت اسم فاريبل. فلو وقفت عليه كده هتلاقيه بيقول لك unresolved reference، انت الريفرنس ده كده انت عامله لكن ما عملتلوش initialization. ففي البايثون ده امر ممنوع، ما تقدرش تعمله، مش مسموح لك ان انت تعمل ديكلاريشن تحدد اسم فاريبل من غير ما تعمل له initialization، من غير ما تديله فاليو معينه. لو جيت تحاول مثلا وليكن تطبع ماي ايج جوه البرنت بالشكل ده، لو عملت سيف وجيت تشغل البايثون هتلاقي عندك هنا في ايرور في الكونسول، بيقول لك ان انت عندك مشكله، ان انت عندك هنا نيم ايرور، ان ماي ايج از نوت ديفايند. انت عملت هنا ماي ايج لكن ما عملتلوش initialization، ما خليتوش يشاور على داتا معينه او فاليو معينه جوه الميموري، فده معناه ان هو نوت ديفايند فما تقدرش تستعمله. ففي الحاله دي ممكن مثلا هنا نعمل له بقى initialization اللي هو نديله قيمه معينه وليكن مثلا 33، وقتها هنعمل سيف، هنيجي نشغل الفايل هتلاقيه طبع لنا الماي ايج في الكونسول وكله تمام. طيب حاجه كمان مهمه جدا برضو محتاجين نعرفها ان البايثون لغه بنسميها دايناميكلي تايبد. يعني ايه دايناميكلي تايبد؟ في بعض لغات البرمجه الثانيه زي مثلا الجافا، لو عايز تخزن رقم معين وليكن مثلا ماي فون نمبر مثلا، فوقتها انت لازم لو هتخزن هنا قيمه مثلا انتجر يعني رقم، فلازم تحدد الداتا تايب بنفسك قبل اسم الفاريبل، بتقول ان ده التايب بتاعه هيكون عباره عن انت او انتجر. ليه بنعمل كده في الجافا؟ بنعمل كده في الجافا لان الجافا لغه بنسميها statically typed، لازم تحدد الداتا تايب بنفسك بتاع اي فاليو هتخزنها جوه الفاريبل اللي بتعمله. ولكن في البايثون لغه dynamically typed. يعني ايه؟ يعني انت مش محتاج تحدد داتا تايب ولا حاجه، الداتا تايب بتتعرف بصوره تلقائيه من خلال الفاليو اللي انت بتخزنها جوه الفاريبل. بمعنى انا عندي هنا تو فاريبلز، واحد اسمه ماي نمبر خزنت جواه رقم 10، وماي ايج خزنت جواه رقم 33. كده البايثون هتعرف على طول بصوره تلقائيه ان ماي نمبر وماي ايج بيشاوروا على انتجر جوه الميموري. ولو وقفت فعلا كده على ماي نمبر هتلاقيه هنا كاتب لك الماي نمبر بعد كده كولون كده انت، ده الداتا تايب بتاع ماي نمبر، هو قدر يعرف على طول ان هو انتجر. كذلك برضو نفس الفكره في ماي ايج، لو وقفت عليها هتلاقيه بيقول لك برضو ان هو انت. فلو كان عندك مثلا فاريبل تاني اسمه ماي نيم وايكوال خزنت جواه مثلا كلمه محمد، احنا لسه طبعا ما اتعلمناش مع بعض الداتا تايب اللي هو السترنج اللي هو بنستعمله علشان نكتب نصوص معينه او تكست معين، ولكن دلوقتي خلينا نقول ان النص او الكلمه بنكتبها ما بين دبل كوتيشن زي ما انت شايف كده او سنجل كوتيشن زي ما انت عايز، برضو مش هتفرق حاجه، ولكن انا بحب اكتبها بالدبل كوتيشن. لو وقفت على ماي نيم هتلاقيه هنا بيقول لك ان الداتا تايب بتاعه سترنج، البايثون عرفت بصوره تلقائيه من خلال الفاليو. كمان البايثون بتديك بيلت ان فانكشن اسمها التايب، من خلالها بتقدر برضو تعرف الداتا تايب بتاع اي فاليو عندك. طيب بنستعملها ازاي؟ ممكن نيجي هنا كده جوه البرنت ونستعمل هنا فانكشن اسمها التايب، بتكتب هنا اسم الفاريبل اللي انت عايز تعرف التايب بتاعه. انا عايز اعرف مثلا الداتا تايب بتاع ماي نيم، فبكتب هنا كده ماي نيم بالشكل ده، القيمه اللي هتطلع هنا انا حطيتها جوه البرنت فانكشن علشان تطبع لي جوه الكونسول. فهعمل سيف واجي اشغل الفايل هتلاقيه بيقول لك ان ماي نيم الداتا تايب بتاعته str او string. سيبك دلوقتي من كلمه كلاس ديت، هنرجع لها قدام شويه. لو خدت مثلا ماي ايج هنا عشان نعرف الداتا تايب بتاعها وعملنا سيف وجينا شغلنا هتلاقيه بيقول لك ان هو انتجر. طيب خلينا بقى نمسح الكلام ده ونروح لنقطه تانية برضو محتاجين نتعلمها مع بعض. تخيل معايا دلوقتي ان انا مثلا عايز اخزن 3 فاريبل بيمثلوا حجم مكعب معين، فعندي مثلا فاريبل اسمه x القيمه بتاعته مثلا 50، وعندي فاريبل تاني اسمه y القيمه بتاعته مثلا 60، وفاريبل تاني اسمه z القيمه بتاعته مثلا 120.
طبعا انا اقدر اكتب الفاريبلز بالشكل ده زي ما انت شايف كده مفيش مشكله، ولكن في طريقه تانية شورت كات كده اختصار لكتابه اكتر من فاريبل على سطر واحد. يعني ممكن هنا نعمل مثلا نقول اكس، بعد كده كوما واي، بعد كده كوما زد، بعد كده نقول ايكوال، ونبتدي نحط القيم بتاعتنا 50 60 120. فاما نكتبها بالطريقه ديت كل واحده على سطر لوحدها، او نجمعهم مع بعض كلهم في لاين واحد مفيش اي مشكله خالص. فلو مسحنا الجزء اللي فوق ده كده هتلاقي هنا قيمه اكس هي اول قيمه هنا في الفاليو، قيمه واي تاني فاريبل نيم هتلاقي القيمه بتاعته اللي هي تاني فاليو، والزد اللي هي اخر فاليو اللي هي 120. لو طبعا عملنا برنت مثلا لقيمه زد مثلا زد ونعمل سيف، هنيجي نشغل هتلاقي 120. لو عايزين نطبع قيمه واي مثلا وعملنا سيف، هتيجي تشغل هتلاقي قيمه 60 اتطبعت لك في الكونسول. طيب حاجه كمان، لو افترضنا مثلا ان الثلاث قيم دولت بيساووا نفس الحاجه، نفس الفاليو بالظبط. يعني مثلا عندي ثلاث قيم تانيين مثلا وليكن A و B، A و B و C، الثلاثه فاريبل دول لهم مثلا نفس القيمه وليكن 100. فوقتها اللي تقدر تعمله ان انت تقول A ايكوال B ايكوال C ايكوال 100 بالشكل ده. كده معناه ان الفاريبل اسمه A و B و C الثلاثه بيساوي 100. فتقدر تطبع هنا مثلا عشان تتاكد نقول مثلا برنت البي وتعمل سيف وتشغل هتلاقيه 100. لو قلت برنت مثلا السي برضه هتلاقيه ب 100، ولو قلت برنت للاي برضه هتلاقيه ب 100. طيب وبكده يبقى تقريبا عرفنا كل حاجه عن الفاريبل. فاضل لنا بس اخر حاجه، وهي في شويه رولز كده بسيطه جدا لازم نعرفها واحنا بنحدد اسم الفاريبل اللي بنعمله. زي مثلا ان الفاريبل نيم ممكن يكون عباره عن مجموعه من الحروف او الارقام او الميكس ما بينهم. بمعنى يعني ممكن مثلا يكون عندنا فاريبل نيم يكون بالشكل ده، مثلا ادرس بيساوي اي ادرس. يعني ممكن مثلا اعمل ميكس ما بين الحروف والارقام، او مثلا ادرس واحد وبالتالي يبقى عندي فاريبل تاني مثلا يبقى ادرس 2 وهكذا. فما فيش مشكله ان انت تخلط ما بين الحروف والارقام. ممكن برضو بدل ما رقم واحد والكلمه لازقين في بعض بالشكل ده، ممكن مثلا ادرس 3 نكتبه بشكل مختلف، نقول ادرس اندرلاين كده او اندرسكور 3، برضو ما فيش اي مشكله، سواء كتبته كده او كده ما فيش اي مشكله. ولكن اللي مش مسموح مثلا ان انت لو عندك ادرس 4 مثلا ان انت تعمل سبيس، تقول مثلا ادرس هنا سبيس 4. ما تقدرش تعمل سبيس في الفاريبل نيم بالشكل ده مش مسموح. ايه تاني مش مسموح؟ مثلا مش مسموح ان انت تعمل داش، تقول ادرس داش 4، برضه ده في البايثون هيقول لك لا مش مسموح لك انك تعمل حاجه زي كده. طيب ايه تاني مش مسموح؟ مش مسموح ان انت تبدا الفاريبل نيم برقم. يعني ما تقدرش مثلا تقول 5 ادرس بالشكل ده، لا ما ينفعش. انت تقدر تستعمل رقم زي ما شفنا فوق كده، ولكن يا اما في اخر الكلمه يا اما في نص الكلمه، لكن في اول الكلمه كده لا ما تقدرش تعمله. يعني مثلا كان ممكن تقول هنا كده ايه ادرس وفي نص الكلام كده مثلا تكتب رقم وليكن 6، عادي مفيش مشكله. الرقم تقدر تستعمله في نص الكلام او في اخر الكلام، ولكن ما ينفعش تبدا الفاريبل نيم برقم. ما ينفعش تبدا البايثون برضو بواحده من الكي ووردز الموجوده في البايثون. كل لغه من لغات البرمجه بيكون لها مجموعه من الكي ووردز خاصه بيها هي. زي ايه مثلا؟ زي كلمه وايل مثلا. وايل دي واحده من الكي ووردز الموجوده في البايثون. زي مثلا الاف، مثلا الالس، مثلا الفور، مثلا الباس او كونتينيو، وغيرهم من الكي ووردز كتيره جدا. هسيب لك لينك في الديسكربشن فيه تقريبا كل الكي ووردز الموجوده في البايثون. ما تقدرش تستعملها كفاريبل نيم، يعني ما تقدرش مثلا تقول وايل ايكوال مثلا اي حاجه احمد مثلا، ما ينفعش تستعمل هنا الوايل كفاريبل نيم، لان الوايل واحده من الكي ووردز المحجوزه للبايثون. طيب اخر حاجه، البايثون الفاريبل بتاعها بيكون كيس سنسيتيف. يعني ايه؟ خلينا بقى نمسح الكلام ده كله. كيس سنسيتيف يعني لو قلت مثلا ماي نيم ايكوال محمد، وجينا طبعنا ماي نيم، عملنا سيف وطبعنا ماي نيم، هتلاقي عادي طبع لك محمد. لو عملت فاريبل تاني برضو اسمه ماي نيم، ولكن الان في النيم خليتها كابيتال، خد بالك الفاريبل الاولاني ماي نيم كلها سمول، الفاريبل التاني ماي نيم الان بتبدا بكابيتال وخليتها مثلا احمد، وجيت عملت سيف برضو عادي هتلاقيه طبع لك محمد. ولكن لو قلت ماي نيم بالان كابيتال المره دي هيقول لك احمد، مع ان هو نفس الكلمه ماي نيم، ولكن النيم الان بتاعتها كابيتال، اما الفاريبل الاولاني الان فيها سمول. فكده البايثون كيس سنسيتيف. كيس سنسيتيف يعني هتعتبر ان الكلمه الثانيه حتى لو نفس الحروف بالظبط ولكن بتختلف في كابيتال وسمول هتعتبرها انها فاريبل مختلف تماما. وكده يبقى عرفنا تقريبا كل حاجه عن الفاريبلز ايه هي وازاي بنعملها. السؤال دلوقتي هي ليه اسمها فاريبل؟ لان زي ما قلنا الفاريبل ما هو الا ريفرنس نيم لداتا جوه الميموري. لو افترضنا ان عندنا فاريبل اسمه ماي نيم بيساوي محمد، زي ما شفنا ده اللي هيحصل جوه الميموري، ماي نيم هيشاور على محمد. ولو بعدها جيت وقلت ماي نيم يساوي احمد، كده انا بقول انا عايز ماي نيم يشاور على احمد مش محمد. فاللي بيحصل ان الريفرنس ده بيتقطع وبيتعمل ريفرنس جديد ما بين الماي نيم واحمد.
وهكذا بقى كل ما بتغير الفاليو اللي بتخزنها جوه اسم الفاريبل البوينتر او الريفرنس بيتغير، لذلك بنسميه متغير او فاريبل. بالنسبه للداتا اللي بيتقطع عنها الريفرنس وبتفضل كده موجوده جوه الميموري من غير اي ريفرنس، البايثون عندها حاجه جميله جدا اسمها الجاربج كوليكتور، بتنظف الميموري من اي داتا ملهاش ريفرنس، لان طبعا داتا من غير ريفرنس يعني انت مش هتعرف تتعامل معاها فملهاش لازمه، هتضيع مساحه على الفاضي. علشان كده بيجي الجاربج كوليكتور بيجمع كل الداتا دي وبيمسحها وبينظف لك الميموري. الفيديو اللي فات عرفنا اننا لما بنعمل variable بنخزن فيه value معينة. الفاليو دي قد تكون كلمة او رقم او مجموعة من الكلمات او مجموعة من الارقام او انواع تانية مختلفة. الانواع دي بنسميها الداتا تايبس او انواع البيانات. البايثون عندها مجموعة كبيرة جدا وجميلة من الداتا تايبس، هنشرحها طبعا كلها بالتفصيل، ولكن في الأول خلينا ناخد فكرة عامة عن كل الداتا تايبس الموجودة. الداتا تايبس بنقسمها لأربع أقسام. القسم الأول وهو النوميريك، القسم ده الفاليو فيه بتبقى عبارة عن حاجة واحدة بس، single value. أحيانا بتلاقي ناس بتسميها scalar value. السكيلر فاليو المقصود بيها إن هي single value أو قيمة واحدة بس بنخزنها، مش مجموعة من القيم أو مجموعة من الفاليوز مع بعض، لا هي فاليو واحدة بس أو قيمة واحدة بس اللي احنا بنتعامل معاها. في القسم ده عندنا أربع أنواع من الداتا: الانتجر، الفلوت، البوليان، والكومبلكس. هناخد فكرة سريعة عن كل واحد وطبعا هنشرح كل واحد بالتفصيل. الانتجر الفاليو فيه بتبقى عبارة عن رقم واحد بس، والرقم ده بيكون رقم صحيح، يعني رقم من غير العلامة العشرية، يعني مثلا ممكن نخزن رقم زي 1 2 4 وهكذا. النوع التاني الفلوت، وده برضو عبارة عن رقم واحد بس ولكن بالفلوتنج بوينت، يعني رقم بالعلامة العشرية، زي مثلا لما تقول 2.5 1.3 وهكذا. النوع الثالث البوليان، وده بيكون عبارة عن بوليان فاليو. بوليان فاليو يعني قيمة true أو false، وممكن نقول برضو على الترو إنها واحد والفولس يعني زيرو. يعني لو عايز تخزن قيمة true ممكن تقول true أو ممكن تخزنها على هيئة رقم واحد، والفولس ممكن تخزنها false أو رقم زيرو. برضو هنشرح كل الكلام ده بالتفصيل. النوع الرابع الكومبلكس. الكومبلكس عبارة عن رقم مركب، دي طبعا حاجة في الرياضة. الرقم الكومبلكس اللي هو بيبقى عبارة عن رقم حقيقي ورقم تخيلي. البايثون بتسبورت أو بتدعم الأرقام المركبة أو الكومبلكس نمبرز. هنشرح الكومبلكس نمبر بالتفصيل ونشوف إزاي البايثون بتسبورت أو بتدعم الكومبلكس نمبرز. دول كده الأربع أنواع النوميريك الموجودين في البايثون. نروح للقسم الثاني وهو السيكونس. السيكونس عكس النوميريك. في القسم ده الداتا فيه بتبقى عبارة عن مجموعة من الفاليوز. احنا هنا بنتعامل مع كوليكشن او مجموعة من القيم عايزين نخزنها، فطبعا بنسمي السيكونس ده بالفيكتور. اللي بيميز القسم ده ان كل فاليو من الكوليكشن لها اندكس نمبر جوه الميموري، يعني كل فاليو بتتخزن جوه الميموري لها رقم اندكس، ومن خلال رقم الاندكس ده بنقدر نجيب اي فاليو من الكوليكشن. برضو هنفهم بالتفصيل لما نوصل للجزء ده. اللي يهمنا دلوقتي نعرفه ان تحت القسم ده في عندنا 3 انواع من الداتا. اول نوع وهو الليست. الليست بنخزن جواها كوليكشن، ممكن تبقى مجموعه من الارقام طبعا، سواء كانت انتجر او مجموعه من الفلوتس او سترينج او ميكس ما بين الانواع المختلفه. المهم انهم كوليكشن وكل فاليو جواها لها اندكس نمبر. بنكتب الليست بالشكل ده ما بين السكوير براكتس وبنفصل ما بين كل فاليو والتانيه بكوما. اللي بيميز الليست برضو انها ميوتابل. يعني ايه؟ يعني الفاليوز اللي جواها بنقدر نعدل عليها في اي وقت، نقدر كمان نضيف او نمسح اي فاليو من الليست. برضو الليست الفاليوز اللي فيها ممكن تكون مكررة، يعني الليست بتسمح بالدوبليكيت فاليوز او القيم المكررة، وكمان الليست بتحتفظ بالاوردر بتاع الفاليوز. يعني لو عملت ليست خزنت فيها ارقام بترتيب معين، لما تيجي تجيبهم من الميموري بيرجعوا لك بنفس الترتيب اللي انت خزنتهم بيه. دي كده اهم صفات او اهم مميزات الليست. تاني نوع في السيكونس هو التابل. التابل زي الليست بالظبط، ولكن الفرق ان التابل بتكون immutable، يعني مش مسموح ان احنا نعدل على الفاليوز الموجوده جواها، ما نقدرش نضيف او نمسح فاليوز من التابل. بنكتبها بالشكل ده ما بين القوسين، وبرده بنفصل ما بين كل فاليو والتانيه بالكوما. وطبعا زي الليست ممكن نخزن جواها برده ارقام او فلوت او سترينج او اي نوع من الداتا، وبرده الفاليو جواها لها اندكس نمبر. النوع الثالث والاخير هو السترينج. السترينج برضو عبارة عن مجموعة من الكاركترز بنكتبها ما بين الدبل كوتيشن أو السنجل كوتيشن، وممكن برضو تبقى مجموعة من الأرقام بين الكوتيشن، وبرضو كل كاركتر له اندكس نمبر، يعني نقدر نجيب أي كاركتر من السترينج عن طريق الاندكس نمبر بتاعه زي ما هنشوف بعد كده. السترينج كمان immutable، يعني ما نقدرش نعدل أو نضيف أو نمسح أي كاركتر من السترينج. طيب
نروح للقسم الثالث وهو الست. في القسم ده عندنا نوع واحد بس من الداتا تايب اسمه set، برضو عبارة عن مجموعة من الفاليوز بأي نوع داتا زي ما انت عايز، ولكن الست مختلفة عن الليست شوية. الفاليوز اللي فيها ملهاش اندكس نمبر على عكس الليست، يعني ما تقدرش توصل لأي فاليو منها مباشرة لأنها ملهاش اندكس نمبر. بنكتبها بالشكل ده ما بين الكيرلي بريسز. والست كمان الاوردر اللي فيها بيبقى مش مضمون او مش ثابت، بمعنى انك لو خزنت جواها مثلا مجموعه من الارقام بترتيب معين، لما تيجي تجيبهم من الميموري ممكن يرجعوا لك بترتيب مختلف، فالاوردر هنا مش مضمون. الست كمان بتكون ميوتابل، يعني المفروض ان احنا نقدر نعدل او نغير في الفاليوز اللي موجوده جواها، ولكن اللي نقدر نعمله بس اننا نضيف او نمسح فاليو. ليه؟ لان طبعا مفيش اندكس نمبر للفاليوز المتخزنه جواها، فبالتالي مش هتقدر توصل لفاليو معينه عشان تقدر تعدل عليها، ولكن اللي نقدر نعمله اننا نضيف او نمسح فاليو من الست. طبعا لما نوصل للجزء بتاع الست هنشرح الكلام ده بتفصيل اكبر. طيب اخر قسم عندنا وهو الديكشنري. عندنا فيه نوع واحد بس اسمه الديكت. في النوع ده الداتا بتتخزن على شكل كي فاليو، بنكتبها بالشكل ده. كل فاليو طبعا بتبقى عباره عن حاجتين، الكي والفاليو نفسها. لما نوصل لها طبعا برضه هنشرحها بالتفصيل. اللي عايزك تعرفه حاليا ان الكيز بتكون يونيك، يعني ما ينفعش نكرر اكتر من كي جوه الديكشنري، والديكشنري نفسها بتكون ميوتابل. طبعا نقدر نعدل على الفاليوز عن طريق ان احنا بنجيب الفاليو من خلال الكي بتاعها ونعدل عليها عادي جدا، وطبعا هنقدر نضيف او نمسح اي فاليو، وهنعمل امثله كتير جدا طبعا على الديكشنري لما نوصل للجزء ده. وبكده يبقى احنا اخدنا فكرة عامة كده عن اهم انواع البيانات الموجودة في البايثون، شفنا بنقسمهم ازاي وكل الانواع الموجودة جوه كل قسم. هنبدأ بقى نشرح كل نوع لوحده بالتفصيل واحدة واحدة كده لغاية ما نخلص كل الانواع. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض الانتجر، ازاي بنعمل الانتجر، ازاي بنخزنه جوه الميموري، هل بنقدر نعدل عليه ولا لا، يعني هل هو ميوتابل ولا اميوتابل، هل رقم زي ده اقدر اخزنه عادي جوه الميموري ولا هيحصل مشكله، ازاي كمان اعرف مكان الانتجر او الادرس بتاعه جوه الميموري، وشويه معلومات تانية كده هنتعلمها مع بعض في الفيديو ده. احنا عرفنا الفيديو اللي فات ان الانتجر واحد من الداتا تايبس النوميريك. الانتجر معناه رقم صحيح من غير فلوتنج بوينتس او من غير العلامه العشريه. طيب ازاي بنعمله؟ ببساطه بنكتب مثلا اسم الفاريبل هنسميه وليكن ماي نمبر، بعد كده بنقول ايكوال وبنكتب هنا الرقم اللي احنا عايزين نخزنه وليكن مثلا 12. تعالى كده نطبعه مع بعض جوه الكونسول عن طريق البرنت فانكشن اللي شفناها الفيديو اللي فات. بعد كده نيجي نشغل هتلاقيه طبع لي 12 جوه الكونسول. تعالوا بقى نفهم مع بعض ايه اللي بيحصل بالظبط جوه الميموري. لما عملت فاريبل اسمه ماي نمبر وخليته يشاور على رقم 12، ايه اللي بيحصل؟ ان الكمبيوتر بيخزن رقم 12 في مكان معين جوه الميموري، وليكن هنا مثلا. هنفترض ان الادرس بتاعه 101. احنا عرفنا قبل كده ان الميموري متقسمه لسيلز، كل سيل منهم لها ادرس معين. طيب بالنسبه للفاريبل نيم، الكمبيوتر هيخزن كمان اسم الفاريبل ده، وخلينا نفترض برضو ان هو هيخزنه هنا، بيتخزن معاه عنوان رقم 12 يعني 101. فبالتالي احنا عملنا لينك او بوينتر من اسم الفاريبل بتاعنا خليناه يشاور على رقم 12 جوه الميموري، وبالتالي اقدر بعد كده من خلال ماي نمبر ارجع رقم 12 ده من الميموري واتعامل معاه زي ما انا عايز، زي ما احنا عملنا هنا كده لما قلنا برنت ماي نمبر. فاللي بيحصل ان الكمبيوتر بيشوف ماي نمبر ده بيشاور على ايه جوه الميموري ويرجع لك الفاليو اللي هو بيشاور عليها. في الحاله بتاعتنا هنا هو بيشاور على رقم 12، فيرجع لنا هنا رقم 12، فعن طريق بقى البرنت فانكشن بتطبعه لك جوه الكونسول. طيب هل الرقم ده لازم يكون رقم بوزيتيف ولا ممكن استعمل ارقام نيجاتيف؟ ممكن الانتجر يكون رقم نيجاتيف عادي جدا، فممكن مثلا هنا اقول x بيساوي سالب مثلا 122، فلو جيت طبعت هنا الاكس هتلاقيه بيطبع عادي من غير اي مشكله. اذا الانتجر ممكن يكون رقم بوزيتيف او رقم نيجاتيف. طيب ازاي اتاكد ان الداتا تايب بتاعه الرقم ده انتجر؟ مبدئيا كده انت لو وقفت على اسم الفاريبل اللي انت حددته، انت دي اللي هو الانتجر وهو ده الداتا تايب بتاع الفاليو. طبعا احنا عرفنا في فيديو قبل كده ان البايثون من اللغات الدايناميكلي تايبد. يعني ايه دايناميكلي تايبد؟ يعني البايثون بتقدر تتعرف على الداتا تايب من خلال الفاليو اللي انت بتخزنها بصوره تلقائيه من غير ما تحددها انت بنفسك. ولكن برضو في بيلت ان فانكشن موجوده في البايثون اسمها التايب. الفانكشن دي من خلالها بترجع لك الداتا تايب بتاع اي فاليو انت عايزها. فمثلا لو جيت هنا قلت مثلا print، عايز مثلا اعرف الداتا تايب بتاع رقم معين، اقدر استعمل البيلت ان فانكشن اللي اسمها تايب، وهنا كده اقول مثلا عايز اعرف التايب بتاع رقم زي كده مثلا. فلو عملت سيف وجيت شغلت البرنامج هتلاقيه طبع لك هنا اهو الانت
اللي هو integer. طيب التايب دي بتاخد مني رقم؟ لا، بتاخد منك هنا اي value انت عايز تعرف التايب بتاعها. وليكن مثلا انت هتكتب كلمه زي مثلا بايثون هنا كده، فالتايب دي هترجع لك الداتا تايب بتاع الفاليو اللي هي بتاخدها منك. فلو عملنا سيف وجينا شغلنا هتلاقيها مرجعه لك المره دي str اللي هي string. وهكذا بقى اي فاليو انت بتكتبها هنا جوه التايب فانكشن بترجع لك الداتا تايب بتاعتها. حاجه كمان محتاجين نعرفها ان هل في ليميت معين للانتجر اللي بنستعمله؟ يعني ايه اكبر رقم مثلا ممكن اخزنه كانتجر؟ في البايثون مفيش ليميت معين، تقدر تخزن اي رقم زي ما انت عايز، سواء كان الرقم ده صغير او كبير تقدر تستعمله عادي من غير اي مشكله. تعال نوضح النقطه دي. هنمسح كده الكلام ده ونفترض مثلا ان انا عندي فاريبل x ايكوال مثلا 100. نطبع قيمه x في الكونسول، هتلاقيه طبع لك 100. في نفس الوقت ممكن يكون عندك مثلا فاريبل تاني بياخد رقم مثلا كبير شويه وليكن مثلا كده، نيجي برضو نطبع قيمه y، هتلاقيه طبع لك برضو الواي من غير مشكله. وممكن برضو يكون عندنا رقم اكبر من كده، نقول مثلا رقم بالشكل ده. ده رقم كبير جدا زي ما احنا شايفين اهو. لو جينا طبعنا قيمه z جوه الكونسول وجينا شغلنا هتلاقيه طبع لك الرقم عادي جدا من غير اي مشكله. فما فيش ليميت معين للرقم اللي انت ممكن تستعمله او تخزنه جوه الميموري. البايثون فليكسبل جدا في الموضوع ده، على عكس طبعا لغات برمجه تانية بيكون عندها ريستريكشن او عندها ليميت معين للرقم اللي انت بتخزنه جوه الميموري. طبعا زي ما قلنا الارقام دي ممكن تكون ارقام بوزيتيف او ارقام نيجاتيف عادي من غير اي مشكله خالص. فغيرت مثلا دلوقتي الزد خليتها لماينس او سالب، ونيجي نطبع تاني الرقم هتلاقيه طبع لك عادي كنيجاتيف نمبر. طيب السؤال دلوقتي، هل كل الارقام مهما كانت صغيره او كبيره هتاخد نفس السايز جوه الميموري؟ مبدئيا السايز جوه الميموري احنا بنقيسها بالبايت. يعني لما اقول عايز اعرف رقم معين اخد مساحه قد ايه من الميموري، معناها ان انا عايز اعرف الرقم اخد كام بايت من الميموري. بالنسبه للانتجر فالسايز بيكون فليكسبل على حسب الرقم. يعني مثلا رقم زي 100 هتلاقيه بياخد 28 بايتس، رقم تاني مثلا زي ده بياخد 32 بايتس. وكل طبعا ما الرقم بيكبر كل ما السايز اللي بيحتاجه بيكبر. طيب ازاي اعرف السايز بتاع كل رقم؟ نقدر نعرف السايز بتاع كل رقم عن طريق باكج اسمها السيس. دي عباره عن باكج بيلت ان موجوده في البايثون، عباره عن مجموعه كبيره جدا من البيلت ان فانكشنز موجوده، منها فانكشن اسمها get size of. هي دي الفانكشن اللي احنا نستعملها دلوقتي علشان نعرف كل رقم بياخد او بيحتاج قد ايه من الميموري. تعال نشوف الكلام ده مع بعض. هنستعمل باكج اسمها السيس، فلازم طبعا نعمل لها امبورت في الفايل بتاعنا. طبعا لان الباكج دي مش احنا اللي كاتبينها، دي نازله لك مع البايثون، فلازم عشان تستعملها تعمل لها امبورت في الفايل بتاعك. طب اعمل لها امبورت ازاي؟ هنيجي هنا كده في اول سطر ونكتب امبورت واسم الباكج اللي انا عايز اعمل لها امبورت. عندي الباكج اسمها sys. كده احنا عملنا امبورت للباكج sys. اقدر بقى استعمل منها فانكشنز زي ما انا عايز، منها الفانكشن بتاعه الجيت سايز اوف اللي بتقول لي كل رقم بيحتاج قد ايه من الميموري. خلينا نمسح البرنت ده ونيجي نقول مثلا هنا انا عايز اعرف السايز بتاع x اللي هو عباره عن رقم 100. فاجي هنا جوه البرنت اقول sys دوت get size of، وما بين الاقواس هنا اكتب هنا الفاريبل اللي انا عايز اعرف الفاليو اللي بيشاور عليها واخد قد ايه من الميموري. فاقول مثلا get size of x، فرقم 100 هتتكتب هنا. بعد كده بيجي بقى الجيت سايز اوف اللي هي موجوده جوه الباكج اللي اسمها sys، بنكتبها كده بنقول sys دوت بعد كده اسم الفانكشن اللي احنا عايزين نستعملها، وما بين الاقواس بنحط هنا الفاليو اللي احنا عايزين نعرف بتاخد قد ايه او بتاخد مساحه قد ايه من الميموري. تعالى كده نعمل سيف ونشغل، هتلاقيه بيقول لك 28. 28 ده ايه؟ 28 بايت. معنى كده ان رقم 100 ده احتاج من الميموري 28 بايت. طيب عايزين مثلا نعرف واي، فلو شلت اكس هنا وحطيت واي عايزين نعرف الرقم ده بياخد قد ايه. هنعمل سيف ونشغل، هتلاقي برضو الرقم ده بيحتاج 28. طب تعال نكبره شويه مثلا كده ونعمل سيف ونيجي نشغل تاني، هتلاقيه المره دي بيقول لك 32. اذا الرقم ده بقى 32 بايتس، يعني بيحتاج 32 بايتس من الميموري. وطبعا كل ما هتكبر في الرقم كل ما هيدي لك سايز اكبر زي ما انت شايف كده. كبرت الرقم شويه وهعمل سيف وهنيجي دلوقتي نشغل، هتلاقيه بيقول لك 36 بايتس. طب تعال نشوف الرقم الكبير الضخم ده اللي احنا استعملناه ده، فنيجي هنا مثلا نقول بدل واي نقول زد ونعمل سيف ونيجي نشغل، هتلاقيه بيقول لك 68. طبعا الرقم كبير جدا فاحتاج 68 بايت. ولو كبرته اكتر من كده مثلا خدت الرقم ده كده كله كوبي وهنا كده عملت له بيست فاصبح الرقم ضخم جدا زي ما انت شايف. باجي اعمل سيف واجي اشغل تاني، هتلاقيه بيقول لك ان رقم زد ده محتاج 112 بايتس من الميموري. احنا كده فاضل لنا نقطتين في الانتجر. النقطه الاولى هو انك لو عندك رقم كبير فتقدر طبعا تستعمل الاندرسكور علشان تخلي
بتخلي الرقم يبقى سهل في القرايه. بمعنى ايه؟ عندك مثلا خلينا نفترض ان رقم اكس ده كان عباره عن مثلا رقم كبير بالشكل ده. انا الرقم ده كده ممكن يكون صعب عليا شويه في القرايه، فممكن تستعمل الاندرسكور بحيث ان انت مثلا بعد كل 3 ارقام تقوم عامل كده اندرسكور، كل 3 ارقام تقوم عامل اندرسكور بالشكل ده، فاصبح كده رقم بيكون سهل القرايه شويه. ممكن نقول كده ان اكس دلوقتي عباره عن 100 مليون 76543، على عكس الاول كان هيبقى صعب شويه في القرايه. فتقدر طبعا تستعمل الاندرسكورز دي بعد كل 3 ارقام او بعد كل رقمين زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله خالص. فدلوقتي لو جينا مثلا نطبع قيمه اكس، فنقول هنا print x، هتلاقيه بيطبعه لك عادي جدا من غير اي مشكله، ولو طبعته y برضو هيطبعه لك من غير اي مشكله. النقطة الأخيرة بقى والمهمة جدا، هل الانتجر mutable يعني أقدر أغير الفاليو، ولا immutable يعني ما أقدرش أغير الفاليو بتاعته في أي وقت؟ الانتجر من الداتا تايبس الاميوتابل، يعني وانس إن أنت حددت رقم معين ما تقدرش تعدل على الرقم ده جوه الميموري. خلينا نمسح الكلام ده كده ونقول مثلا إن أنا عندي variable x equal مثلا 100. لو جيت طبعت كلمة x هيطبع لك 100. طيب هل دلوقتي معناه إن أنا ما أقدرش هنا أقول x بيساوي مثلا 950 واجي أطبع قيمة x بعد ما غيرتها؟ لا طبعا تقدر، يعني لو شغلنا دلوقتي هتلاقيه بيقول لك 950، هي في الأول كانت 100 بقت 950، ولكن ده مش معناه إن أنت غيرت الفاليو بتاعة 100. اللي بيحصل إن رقم 950 اللي أنت عملته هنا ده بيتخزن في مكان تاني خالص، واكس بتشاور على المكان التاني ده، ويفضل رقم 100 زي ما هو لغايه ما يجي الجاربيج كوليكتور يمسحه من الميموري وينضفها لك تماما. فانت مش بتعدل على رقم 100، انت بتخزن رقم جديد في مكان مختلف تماما، وتخلي اكس يشاور على المكان الجديد ده، ويفضل المكان القديم زي ما هو لغايه ما يجي الجاربيج كوليكتور ينضفه او يمسحه من الميموري. طيب ازاي اتاكد من الكلام ده؟ لو قدرنا نعرف الادرس بتاع كل رقم جوه الميموري هنقدر نعرف اذا كان الفاليو بتاعته بتتغير ولا لا. ازاي؟ احنا في الاول مثلا عندنا اكس بيساوي 100، لو عرفت الادرس بتاعها في اللحظه ديت عباره عن ايه او بيساوي ايه جوه الميموري، هقدر اقارنه بالادرس بتاعها بعد ما عدلت الفاليو بتاعتها، بحيث لو نفس الادرس معنى كده ان انت عدلت او غيرت على الفاليو نفسها، ولكن لو الادرس اختلف ده معناه ان انت ما عدلتش على الفاليو نفسها. لو اداك هنا ادرس مختلف تماما ده معناه ان انت خزنت رقم في ادرس مختلف بعيدا عن ال100، وال100 بتفضل زي ما هي طبعا زي ما قلت لك لغايه ما الجاربج كوليكتور بيجي يمسحها. طب ازاي اتاكد من الكلام ده؟ عندنا بيلت ان فانكشن اسمها اي دي. الاي دي بترجع لك الادرس او اللوكيشن بتاع كل فاليو جوه الميموري. خلينا مثلا هنا نقول عندي اكس بيساوي 100، اقدر هنا اطبع اكس. خليني بقى اطبع كده في الكونسول كلمه، اقول مثلا عايز اطبع هنا ايه value of x before. خلينا بقى نطبع before والافتر. طيب عايز بقى اكتب هنا كده جنب الكلمه ديت، جنب جمله value of x before، عايز اطبع القيمه بتاعه x. اقدر هنا كده بعد اول جمله اعمل كوما واكتب هنا x كده. print function دي هتطبع لي الجمله دي value of x before وتطبع لي قيمه x. تعال نجرب، هنعمل سيف ونشغل، هتلاقي كتبت لي اهو value of x before 100. طيب عايز قبل ما اعدل عايز اطبع الادرس بتاع x، اقدر اقول print واكتب هنا كده اقول address of x before، برضه نفس الفكره، ما عامل كوما كده، واستعمل هنا بقى البيلت ان فانكشن اللي بقول لك عليها اللي اسمها اي دي، وجوه القوسين كده بتاع الفانكشن اكتب هنا الفاريبل بتاعي اكس. كده الاي دي هتعمل ايه؟ الاي دي هتاخد القيمه بتاعه اكس وتجيب لك الادرس بتاعها جوه الميموري. تعال نعمل سيف كده ونشغل، هتلاقيه بيقول لك هنا هو الفاليو اوف اكس بيفور 100 والادرس اوف اكس بيفور الادرس ده عنوانها جوه الميموري. تعالى بقى بعد ما غيرنا الاكس خليناها 950، ناخد نفس البرنت ده كده ونعمله هنا ونقول بقى هنا value of x after ونطبع قيمة x، وهنا برضو الادرس of x after، ونستعمل برضو الاي دي بحيث ان هنا كده يطبع لنا الفاليو والادرس بتاع x بعد التعديل اللي احنا عملناه. تعالى نعمل سيف ونشغل، خد بالك بقى معايا هتلاقي ان الفاليو بتاعت x بيفور كانت 100 ولكن افتر بقت 950. تعال بقى بص على الادرس of x بيفور كان الرقم ده، والادرس of x افتر الرقم ده. لو خدت بالك هتلاقي الرقمين دول مختلفين تماما، الرقم الاولاني ده بينتهي ب 408، الرقم الثاني بينتهي ب 848. اذا الادرس بتاع x بعد التعديل مختلف تماما عن الادرس بتاع x قبل التعديل. ده معنى ايه؟ 950 اتخزنت في الادرس ده وفضل 100 زي ما هو في الادرس ده لغايه ما الجاربج كوليكتور طبعا بيجي ينظفه او بيمسحه. فده دليل ان الانتجر اميوتابل، انت ما بتعدلش على قيمه الانتجر، انت كل اللي انت بتعمله لما تيجي تغير الفاليو ان انت بتخزن الفاليو الجديده دي في ادرس مختلف تماما زي ما شفنا كده، وبتخلي اكس يشاور على المكان الجديد. اذا الانتجر اميوتابل يعني ما اقدرش اعدل على الفاليو بتاعته. يا رب يا جماعه يكون الكلام اللي انا بقوله ده واضح، ولو في اي حاجه مش واضحه تقدر تكتب لي في الكومنتس عشان نوضحها بصوره افضل. الفلوت زيه زي الانتجر عبارة عن رقم سواء كان رقم بوزيتيف أو رقم نيجاتيف، ولكن رقم عشري. يعني مثلا 12 ونص، 3 و4 من 10، ماينس 1 وربع، كل الأرقام دي بنسميها أرقام عشرية أو أرقام فلوت. تعال نشوف الكلام ده.
يعني مثلا لو جيت هنا عملت variable x، اقدر مثلا اخزن جواه رقم وليكن مثلا 1 وربع. 1 وربع ده عباره عن رقم float. لو جينا طبعا الرقم ده هتلاقيه بيطبع 1 وربع. ولو وقفت طبعا على الاكس ده كده عملت هوفر عليه، هتلاقيه بيقول لك ان الداتا تايب بتاعه عباره عن float. طبعا برضو نقدر زي ما شفنا الفيديو اللي فات نستعمل البيلت ان فانكشن اللي هي اسمها التايب علشان تعرفنا الداتا تايب بتاع الفاريبل ده ايه. هبعت لها هنا الاكس، نعمل سيف ونشغل، هتلاقيه بيقول لك ان الداتا تايب بتاعه عباره عن float. طيب تعال نغير الرقم مثلا نخليه مثلا ماينس 0 مثلا بوينت 25، يعني ماينس ربع. نعمل سيف برضه هتلاقيه بيقول لك فلوت. فسواء كان الرقم بوزيتيف او نيجاتيف، الرقم ده طالما فيه علامه عشريه يبقى ده رقم فلوت. طيب معلومة مهمة جدًا برضه عن الفلوت، إن الفلوت مش dynamic size. يعني إيه مش dynamic size؟ لو تفتكر الفيديو اللي فات إحنا أمّا كنا بنعمل integer وليكن مثلًا نقول x بيساوي 100، لو كنا عايزين نعرف مثلًا الsize بتاع الx ده هياخد قد إيه بالضبط من الmemory، فكنا بنحتاج نستعمل الfunction اللي اسمها getSizeOf، وكنا بنستعملها من الmodule اللي اسمه sys. فكنا هنا بنحتاج مثلًا نعمل هنا import للmodule اللي اسمه sys علشان بقى ابتدي أستعمل منه built in function اسمها getSizeOf. فآجي هنا مثلًا أقول ممكن أكتب كده الsize of x، بعد كده آجي هنا أعمل كوما واستعمل بقى الموديول اللي اسمه sys أو dot get size of وابعت لها هنا الx، نعمل سيف ونشغل. كان هنا بيقول لنا السايز بتاع الاكس هنا 28. 28 ده ايه؟ 28 بايت. فممكن نكتب هنا كده بايت علشان نعرف الرقم ده بيمثل ايه بالظبط. لو شغلنا تاني هتلاقيه بيقول لك size of x 28 بايت. نكبر الاكس ده شويه نخليه مثلا رقم كده ونعمل سيف ونشغل، هتلاقيه المره دي بيقول لك 36 بايت. كل ما بتكبر الرقم هتلاقيه بيحتاج مساحه اكتر من الميموري. يعني الاكس هنا او الانتجر بصفه عامه في البايثون عباره عن دايناميك سايز. السايز او المساحه اللي بتحتاجها من الميموري بتتوقف على حجم الرقم نفسه قد ايه، سواء كان رقم صغير او رقم كبير. ولكن في الفلوت الموضوع مختلف تماما. في الفلوت الموضوع مش دايناميك. الفلوت بيحتاج مساحه ثابته من الميموري وهي 24 بايت. فلو جيت حولت الرقم ده من انتجر حولته بس لفلوت عن طريق ان انا اضيف العلامه العشريه، او مثلا بوينت 0 مثلا، كده الرقم ده بقى فيه علامه عشريه، يعني الاكس هنا بقت عباره عن فلوت. لو وقفت عليها كده هتلاقيه بيقول لك الاكس عباره عن فلوت. لو جيت شغلت دلوقتي عايز بعرف السايز بتاع اكس بعد ما حولته لفلوت، لو جيت شغلت هتلاقيه بيقول لك 24 بايت. طب تعالى نصغر الرقم ده شويه خليه مثلا 10، هتلاقيه برضو 24 بايت. طب خليه 0 0.0 برضو 24 بايت. فكل ما بتكبر الرقم او بتصغره، يعني تعالى نكبره اكتر من كده كمان، ده عباره عن رقم ضخم زي ما انت شايف. لو جينا عملنا سيف وشغلنا برضو هتلاقيه بيقول لك 24 بايت. اذا الفلوت بيحتاج مساحه ثابته من الميموري وهي 24 بايت، سواء كان رقم صغر او كبر هي محتاجه 24 بايت دايما. لو عايز تعرف اكتر بقى ليه محتاج 24 بايت، ممكن تكتب لي في الكومنتس ونعمل عنها فيديو صغير كده نشرح اشمعنى 24 بايتس وجات منين اصلا ال 24 بايتس. وهو ده اللي انا اقصده بان الفلوت مش دايناميك سايز. طيب حاجه كمان محتاجين نعرفها عن الفلوت، ان الفلوت عباره عن immutable زيه زي الانتجر بالظبط. يعني ايه؟ وانس ان انت عملت فاليو خزنتها جوه الفاريبل ما تقدرش تعدل على الفاليو دي. يعني مثلا لو عملنا فاريبل سميناه مثلا y equal 1.2، ده عباره عن فلوت. تعالى نطبع الرقم ده. لو جيت بعد كده هنا قلت y equal مثلا 34.678، اي رقم يعني، وجيت طبعت بعد كده الواي، هتلاقي الواي في الاول كانت 1.2، بعد كده بقت 34.678. ولكن ده مش معناه ان احنا غيرنا في الفاليو بتاعت واي. اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ اللي بيحصل ان القيمه الثانيه دي اللي هي 34.678 بتتخزن في مكان تاني خالص جوه الميموري، والواي بتروح تشاور عليها. طب وال1.2 بتروح فين؟ بيجي بقى الجاربج كوليكتور يمسح ال1.2، خلاص ما ملهاش ريفرنس، مفيش حاجه بتشاور عليها، يعني مش محتاجينها تاني، فبيجي الجاربج كوليكتور يمسحها. طيب برضو عايزين نتاكد من المعلومه ديت، نتاكد منها ازاي؟ ممكن هنا كده نيجي نقول برنت، عايز مثلا اقول الادرس اوف واي، عايز هنا اطبع مثلا الادرس او عنوان واي جوه الميموري، فممكن هنا اقول ادرس اوف واي واعمل هنا كوما كده واستعمل برضو البيلت ان فانكشن اللي اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات اسمها الاي دي، وابعت لها هنا واي. ممكن هنا اقول بقى ايه؟ ادرس اوف واي بيفور، قبل التعديل يعني. وبعد كده لما نيجي نعدل عليها نطبع بقى برضو الادرس اوف واي ولكن هنا افتر بعد ما عدلنا عليها، ونشوف بقى الاي دي هيفضل ثابت ولا هيتغير. تعالى نعمل سيف ونشغل. هتلاقي هنا الادرس اوف واي بيفور كان الرقم ده، ولكن الادرس بقى بتاعت واي بعد التعديل هتلاقيها الادرس ده او العنوان ده. ولو خدت بالك طبعا ده عنوان مختلف، ده معناه ان احنا لما غيرنا قيمه واي احنا في الحقيقه ما غيرناش واي ولا حاجه، احنا خزنا الرقم الجديد ده في الادرس الجديد ده وخلينا واي تشاور عليه. بالنسبه بقى للقيمه اللي كانت متسجله في الادرس ده، بيجي الجاربج كوليكتور بعد كده مش بيلاقي فيه اي ريفرنس لها فبيمسحها وينضف لك الميموري.
آخر معلومة عايزين نعرفها عن الفلوت إن أحيانًا هتلاقي مثلًا رقم زي كده 1، 2، 3 مثلًا E-2 بالشكل ده عبارة عن إيه؟ خلّينا نمسح الكلام ده، E معناها 10 أُس، 10 أُس إيه؟ 10 أُس الرقم اللي هييجي بعد الE، فده معناه إن 1، 2، 3 في 10 أُس -2. ده عبارة عن scientific notation مش حاجة خاصة بالPython يعني، ولكن أنا باعرفها لك لإن أحيانًا هتلاقي رقم بالشكل ده، الرقم ده عبارة عن float ولكن بيتكتب بالطريقة ديّة 1، 2، 3 في 10 أُس -2 هي بالضبط كأنك بتقول 1، 2، 3 في 10 أُس -2. اعتبر إن العلامة دي كده أنا عايز أقول لك إن هو أُس يعني. ده أكنك بالضبط بتقول 1، 2، 3 على 10 أُس 2 اللي هي 100 يعني 1.23 فيا إما تكتبها 1.23 أو بتكتبها بالطريقة ديّة 1، 2، 3 E أُس -2 أو في 10 أُس -2 هي بالضبط. لو جينا طبعنا الY هتلاقيه طبع لك 1.23 الE دي ممكن تكون E small بالشكل ده أو ممكن برضه نكتبها capital ما فيش مشكلة، برضه هتلاقي نفس القيمة، وممكن طبعًا برضه هنا يكون رقم positive وليكن مثلًا E2 ده معناها 1، 2، 3 و123 في 10 أُس 2 يعني أكنك بالضبط كاتب 1، 2، 3 0، 0 فلو جيت طبعت كده هتلاقيه بيقول لك 1، 2، 3 0، 0 وضاف لك طبعًا العلامة العشرية لأن الPython لو شافت الE دي سواء كانت E small أو E capital هتتعامل مع الرقم ده كأنه رقم float مش رقم integer، حتى لو الناتج اللي بيطلع رقم integer يبان إن هو integer، لأ هي بتتعامل معاه كأنه float فبالتالي النتيجة اللي بتطلع لك بالعلامة العشرية اللي هي .0 دي. وبكده يبقى تقريبًا غطينا أهم النقاط الخاصة بالfloating number، لو في أي حاجة مش واضحة أو في أي حاجة تاني عايزين نشرحها في الfloat اكتب لي في الcomment.